أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم الخميس 29 يونيو 2017 خبرا مفادها أن السلطات السعودية قيدت إقامة ولي العهد ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف بن عبد العزيز في قصره في مدينة جدة وانه منع من السفر، وهو خبر نفاه مسؤول سعودي لوكالة رويترز للأنباء قائلا إن الخبر لا أساس له من الصحة. وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد جرد في الأسبوع الماضي محمد بن نايف من كل مناصبه وعين مكانه ابنه محمد بن سلمان وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء وليا للعهد. ولكن تقرير نيويورك تايمز يشير إلى وجود صراع داخل الأسرة السعودية المالكة حول ولاية العهد وتوجه البلاد في المستقبل. فمن هو محمد بن نايف؟ ولد محمد بن نايف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود في مدينة جدة في 30 من أغسطس من عام 1959. وتولى محمد بن نايف مناصب عدة في السعودية، منها منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، كما رأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية في المملكة. وفي 29 أبريل 2015 عينه الملك سلمان وليا للعهد. ولكن في 21 يونيو 2017 قرر الملك سلمان عزله واستبداله كولي للعهد بابنه محمد بن سلمان، وقد جرد أيضا من كل مناصبه الأخرى. ومحمد بن نايف هو ثاني أكبر أبناء نايف بن عبد العزيز، وله أخوان هما سعودي وفهد. وأمه هي الجوهرة بنت عبد العزيز بن مسعد الجلوي المنحدرة من فرع الجلوي لآل سعود. ووالد محمد بن نايف كان واحدا ممن كان يطلق عليهم السديريون السبعة نسبة إلى والدتها محصة بنت أحمد السديري، وهم كل من الملك فهد ووزير الدفاع وولي العهد السابق سلطان وعبد الرحمن ووزير الداخلية والنائب الأول لرئيس الوزراء السابق نايف ونائب وزير الدفاع السابق تركي والملك الحالي سلمان ووزير الداخلية السابق أحمد. درس محمد بن نايف في الولايات المتحدة إذ انخرط في كلية لويس وكلارك، كما شارك في دورات أمنية نظمها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بين عامي 1985 و 1988، كما تلقى تدريبا لدى وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية بين عامي 1992 و 1994. عين محمد بن نايف عام 1999 مساعدا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، ويعترف كثيرون له بالفضل في نجاح جهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب. كما يراه كثيرون مهندس برنامج الحكومة السعودية للتصدي للإرهاب. وعمل محمد بن نايف أيضا مديرا للدفاع المدني في السعودية أثناء توليه منصب مساعد وزير الداخلية. وفي عام 2004 رقي إلى رتبة وزير ليصبح الشخص الثاني في وزارة الداخلية. وبعد تعيين أحمد بن عبد العزيز وزيرا للداخلية عقب وفاة نايف بن عبد العزيز في يوليو 2012 عين محمد بن نايف نائبا لوزير الداخلية. وفي نوفمبر 2012 أصدر الملك الراحل لعبد الله مرسوما نحى بموجب أحمد بن عبد العزيز من منصبه وعين محمد بن نايف وزيرا للداخلية. وفي فبراير 2014 كلف محمد بن نايف بمسؤولية النشاطات الاستخبارية السعودية في سوريا خلفا لبندر بن سلطان. وفي 23 يناير 2015 أعلن إن الملك السعودي الحالي سلمان عين محمد بن نايف وليا لولي العهد. وفي 29 أبريل 2015 عين وليا للعهد بدل حامل المنصب السابق مقرن بن عبد العزيز. ولكن محمد بن نايف نحي عن ولاية العهد في 21 يونيو 2017 وعين بدله محمد بن سلمان، كما جرد من كل مناصبه، فقد عين عبد العزيز بن سعود وزيرا للداخلية. ومحمد بن نايف متزوج من ابن عمه ريما بنت سلطان ولهما بنتان.